الله الرحمن الرحيم. احنا نزلنا برضو في جراند. بصوا يا جماعه، ياسمين الهندي. ياسمين للاسف عند ناس كتير ما بيظهرش، بيدي نمو خضري كثيف ولكن التزهير بتاعه بيبقى ضعيف. احنا بنقول دايما يا جماعه التغذيه عندكم خطا، التغذيه عندكم للاسف خطا. انت لما بتهتم بعنصر زي عنصر النيتروجين، سواء متمثل في حاجه زي اليوريا او النترات، اليوريا نيتروجين والنترات نيتروجين، وده اللي بيعمله اخواننا الجناينيه للاسف يعني بدون معرفه، ان هو بيقعد يشحن نترات نترات نترات، يوريا يوريا يوريا، فنبات بيتجه للنمو الخضري فقط. التزهير بيتطلب عنصر الزنك. جسم النبات ده كائن حي زي جسم الانسان بالظبط. جسمك عايز كل كبيره وصغيره، صح؟ عايز فيتامين سي، عايز فيتامين د، عايز مش عارف ايه، كل حاجه ليها دور عندك في جسمك. النبات نفس القصه. النيتروجين بيديك نمو خضري. زياده النيتروجين في عن الحد كمان المسموح به مش هيديك نمو خضري وبس، لا، ويضعف خلايا النبات، يخلي النبات ضعيف وهزيل. تخيل يعني النيتروجين لما بيزيد يا اخوانا بيضعف النبات عندك. طيب، وفي نفس الوقت بيخلي النبات يتجه للنمو الخضري على حساب التزهير، سواء هو نبات مثمر او زينه. يعني ممكن تلاقي شجره ضخمه وما بتزهرش، الله، ما انت حلوه وخضره وزي الفل، لان ما فيش توازن في العناصر الغذائيه. يعني دي حلوه حضرتك؟ كويسه، بس عايزه تغذيه متكامله متوازنه. طيب، العناصر، كل عنصر احنا بنضيفه للنبات ذكرناها قبل كده في برنامج التغذيه ليه دور معين. لو قلنا ايه العنصر اللي بيخلي النبات يزهر؟ الزنك. طيب، ايه العنصر اللي يخلي الزهره عندي تثبت فتره طويله؟ بوتاسيوم والكالسيوم. طب ايه العنصر اللي يخلي الزهره ليها ريحه؟ الحديد والمغنيسيوم. كل عنصر انت بتضيفه في التغذيه، كل عنصر انت بتضيفه في التغذيه خلاص بيديك نتيجة بتشوفها قدام عينيك. يبقى النبات الصحي هي تغذية صحية. الكائن الحي كله كده على فكرة. بالظبط، صحيح. انت عايز جسمك يبقى هيلسي صحي، يبقى تاخد تغذية متوازنة. بالظبط، مظبوط، تمام.